بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. دعاؤنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني، فقد جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الحديث أيها الإخوة جاء بألفاظ متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في سجوده، فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به أيضا في خارج صلاته بأن يثبت الله عز وجل قلبه على الدين. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، مما يدل على أن هذه القلوب سريعة التقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه السريع، فيحب سريعا ويبغض سريعا ويطلب الشيء سريعا ويتعلق بالشيء سريعا، ولذلك سمي قلبا لهذا الأمر. والقلب أيها الإخوة لا شك أنه محل المشاعر، وهو محل نظر الرب تبارك وتعالى، ولذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك العناية بهذا القلب من أهم المهمات. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقبل أن نتكلم عن قضية هذا الدعاء، لا شك أن القلب يحتاج إلى عناية كبيرة جدا. من أول هذه العنايات التي ينبغي على كل مسلم أن يهتم بها هو إصلاح قلبه وتنقيته من الشوائب التي تحول دونه ودون ربه تبارك وتعالى. أولا في قضية التوحيد وصدق التعلق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن هذه من أوجب الواجبات. ومن كان في قلبه شيء من الشرك أو تعلق بغير الله تبارك وتعالى فقد وكل إلى ذلك الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، وأضاع حظه ونصيبه، لأن العبد مطالب بأن يخلص وجهه لله تبارك وتعالى، وأن يسلم قلبه لربه تبارك وتعالى، وأن يخلصه من أي تعلق وتعظيم لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن الذي يستحق أن يعظم؟ ومن الذي يستحق أن يكون له المنزلة في قلب الإنسان والاهتمام أعظم من الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في أحد يسامي الله عز وجل حتى يهتم له أو يلتفت إليه أو يفكر في قضية رضاه، أو أن الإنسان يجتهد في القرب منه أكثر من اجتهاده في قربه من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك معاشر الإخوة، هذا القلب الحقيقة هو سر التوحيد. التوحيد يدور على قضية ما الذي يقوم في القلب. حقيقة الإنسان يعظم بشرا أو يدعو قبرا أو يدعو ميتا أو يتعلق بشيء من هذه المخلوقات ويجعلها محل رغبته ورهبته وحبه وبغضه، لا شك يا أخواني أن هذا إنما هو ناجم عن ما في قلبه. فلما عظم هذه الأشياء جعل لها الاهتمام وجعل لها الالتفات، وهنا وقع، نسأل الله السلامة والعافية، في الشرك الذي وقع فيه. ولذلك علينا أن نعتني بقلوبنا. ثم إن هذا القلب أيضا قد يكون مستودعا للضغائن وأمراض القلوب من الحسد والتنافس ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يملأ قلبه بها. فهي لا شك أيها الإخوة تصد الإنسان عن معالي الأمور وتقعد به إلى سفاسف الأخلاق التي لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها.
هذا الحقيقة تنبيه مهم جدا بين يدي هذا الموضوع. أما دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحقيقة أيها الإخوة من الأمور المخيفة جدا للغاية، وهي أن هذا القلب يتقلب ولا يبقى على حال، وأن الإنسان عرضة للفتنة وعرضة للانتكاس وعرضة للرجوع بعد الهداية، يعني في أي لحظة من اللحظات. ومن الذي يضمن أن يبقى على الهداية مدى عمره وحياته؟ من اللي يضمن مثل هذا الأمر؟ ما حد يضمن. وكلنا أيها الإخوة يعني معرضون للفتن، وربما الواحد منا يعني تعرض عليه الفتن دائما وأبدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب يعني دفعها أو رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني مثل الكوب المقلوب الذي لو سكبت فيه عليه الماء ما امتلأ ولا انتفع بهذا الماء أبدا. إذن نحن عرضة أيها الإخوة للزيغ والانحراف وللضلال، وذلك لعدد من الأمور. أولا نحن بشر ونحن ضعاف، وعندنا من التأثر ما الله به عليم، فهنا مدخل من مداخل هذه الفتنة. الأمر الثاني أن الشيطان متسلط علينا دائما وأبدا، بل قد أقسم الشيطان عند الله عز وجل قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فسيتفنن الشيطان، يعني كفانا الله شره، في إغواء بني آدم والتسلط عليهم. فإذا لم يعصمك الله عز وجل من الشيطان فإن الشيطان يصل إليك ويجري منك مجرى الدم في العروق. وكم للشيطان من أثر على الناس، يعني الناس الآن في هذه الدنيا منهم من نسأل الله السلامة والعافية أشرك، ومنهم من وقع في القتل، منهم من وقع في السحر، منهم من وقع في الضلال، منهم من وقع في البدعة، منهم من وقع إلى آخره. والسر وراء ذلك أيها الإخوة هو تسلط الشيطان على بني آدم. ومن أبواب الزيغ أيضا أيها الإخوة الجلساء والأقارب الذين تجالسهم وتجلس معهم وتستمع إليهم، هذول لهم أثر وحقيقة كبير جدا على الإنسان، ويمكن أن يؤثروا بك من حيث لا تشعر، تظنهم ينصحوك ويريدوا لك الخير، وإذا بهم يدخلون عليك شيئا من الضرر والزيغ والانحراف وأنت لا تعلم. ومن عجيب ما ذكر في السير قصة الرجل المشهور وهو عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا أحد الرجال الصالحين الذين روى لهم البخاري في صحيحه، وكان رجلا من أهل السنة والجماعة، ولكنه تزوج امرأة كانت تحمل الفكر الخارجي. تخيلوا، تحمل الفكر الخارجي، فما زالت بزوجها حتى تأثر بها وانتحل نحلة الخوارج، وكان ممن فرح بمقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وله الأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. لاحظ يا أخواني مثل هذا الرجل وصل به إلى هذا الأمر. طبعا هو بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل كما جاء في السير، يعني رجع بعد هذا. ومنهم من تأثر بابنه، ذكر في السير عن رجل من المحدثين أنه تأثر ببدعة بسبب ابنه. ومنهم من تأثر بسبب زوج أمه، يعني مثل بالحسن الأشعري، وتأثر بالقاضي عبد الجبار كان هو زوج أمه. ومنهم من تأثر بصاحبه وصديقه وجليسه. فلذلك أيها الإخوة هذه الأبواب مفتوحة. الأمر الآخر، وهي أيضا من أسباب الزيغ نسأل الله السلامة والعافية، وجود النفس البشرية والنوازع الموجودة لدينا، شهوات النفس وحبها للمال، حبها للجاه، حبها للدنيا، حبها لأشياء كثيرة جدا. وهذه من أسباب الزيغ أيها الإخوة إذا لم يحكم الإنسان نفسه ويبعدها عن الزيغ والانحراف. وبناء على هذا بارك الله فيكم الإنسان يعرف أنه على خطر إن لم يثبته الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه وصفيه وخليله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني يا محمد، اللهم صل على رسول الله، نحن الذين ثبتناك. الله يقول أنا الذي ثبتك وأنا الذي أبقيتك على الهدى. تخيلوا هذا الكلام لمين؟ لمحمد سيدنا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، الذي عنده من الإيمان والمعرفة بربه ما ليس عند غيره. ومع هذا يقول الله تعالى له: ولولا أن ثبتناك. فالسؤال لي أنا وأنت، كيف هو حالنا مع إيماننا؟ وكيف هو حالنا مع طاعتنا لله عز وجل؟ مسألة ليست بالسهلة. ولهذا أيها الإخوة هنا يتبين أن تثبيت الله لك هو بغية ومقصد كبير جدا يجب أن تلجأ إليه وتبحث عنه وتتعلق بالله عز وجل أن يحك إياه. إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يستغنوا عن تثبيت الله، فكيف يبي أنا وأنت؟ ولذلك علينا أيها الإخوة نستشعر هذا الدعاء وعظمته ومكانته. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلى شيء قليلا. كما قال بعض العلماء أن قضية الثبات ليست ترى بمجهودك الشخصي، وليست لعلاقاتك الاجتماعية، وليس لذكائك الاجتماعي، وليس لمعرفتك بالعلوم الشرعية، وليست لكثرة محفوظاتك ومقروءاتك، وليس لأنك فضيلة الشيخ ولا دكتور ولا غيرها من المسميات، ولكن هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا يا أخوة عرف في التاريخ أن من الناس من انتكس، نسأل الله السلامة والعافية، وهو صاحب علم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جاء في التفسير أن هذا عالم من علماء بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعوراء، قرأ الكتاب يعني التوراة وحفظه، وعند من العلم الله به عليم، ثم مع مرور الأيام بدلا من أن يرتفع بهذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه انتكس، نسأل الله السلامة والعافية، وارتد ورجع عن دين الله عز وجل. وهذا والله يا أخوان أكثر ما يخاف، بعد أن يتعلم الإنسان ويصبح عارفا عالما ومع هذا يرتد. نعم مع أنه عالم، لأن المثبت الله عز وجل. وهنا لفتة مهمة يعني قد تتطرق إلى ذهن بعض الإخوة، وهو يقول: طيب يعني إذا أنا الآن على التقوى وعلى الإيمان وعلى الصلاح ومع هذا يمكن أنتكس، إذن شو الفائدة أني أتمسك بالدين؟ مش هذا يجي في بال بعض الناس؟ يقول: طيب الآن تتكلم تقول يعني الثبات من الله عز وجل، تراك أنت قد تكون صالح وتقي بس تراك يمكن يوم من الأيام تزيغ. الجواب ليس هكذا. الجواب كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نعوذ بالله. يعني معنى هذا الكلام أن الانتكاسة تبدأ من شيء موجود في قلب الإنسان لا يبعده ولا ينقي قلبه منه، فيكون ضلاله وانحرافه به. وأعطيكم مثال على هذا. من أشهر الشخصيات المعاصرة التي إذا ذكرت موضوع الثبات وما يتعلق به يأتي الحديث عنها مباشرة، وهو عبد الله القصيمي صلى الله السلام والعافية. هذا الرجل أيها الإخوة كان عالما بارعا، وله كتب يعني تقرأ إلى الآن وفيها الرد على الملاحدة والزنادقة، وعنده قوة في الاستحضار والجمع المسائل والردود، شيء لا يعلم به إلا الله. ولكن كان يقول كثير ممن قرأ كتبه وجالسه وعرفه أنه كان عنده شيء من الأنفة والاعتداد بالنفس، يعني معجب بنفسه، حتى ربما نسأل الله السلامة والعافية وهو يقرر مسألة من المسائل في كتبه يقول: وهذا الكلام لم أسبق إليه. طيب يعني تتكرر هذه العبارة كثيرا، معناته أنه يمجد نفسه. فكانت هذه الآفة النفسية التي في قلبه هي سبب، نسأل الله السلامة والعافية، لانتكاسه. وهنا يبرز مقولة والله يا إخوان مرعبة، كل ما تذكرتها أقول أسأل الله الثبات لي ولكم جميعا، وهي مقولة الحافظ بن رجب رحمة الله عليه. كان يقول: دسائس السوء الخفية تورث سوء الخاتمة. أعيدها مرة ثانية. قال رحمة الله عليه: دسائس السوء الخفية تورث سوء الخاتمة. ولذلك يا أخواني شوف اللي في قلبك ما الذي في قلبك؟ اللي في قلبه حسد
وترفع على عباد الله، نقول انتبه، ترى قد يكون هذا الأمر اللي في قلبك هو سبب انتكاستك في المستقبل. مسألة خطيرة يا إخوان، ترى حنا ما بيننا وبين الله نسب، ولا بيننا وبين الله عز وجل يعني عهد ومواثيق أننا إلا بإيماننا هذا وتقوانا وإصلاحنا لأنفسنا ورجوعنا إلى الله، والله عز وجل الكريم الذي يكرمنا بما شاء بعطائه سبحانه وتعالى. أما أن يأتي الإنسان يدلي على الله ويرى نفسه أنه متفضل، يعني هو لما يصوم ترى هذا فضل على الدين وعلى أهل الإسلام، ما يدري أن هذا فضل الله عز وجل عليه. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأعود إلى ما كنت أتكلم عليه، أقول يا أخوة، قضية الثبات على الدين مسألة مهمة جدا استشعرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر يا أخواني من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الثبات أشد ما يكون حاجة الإنسان إليه في مواطن. الموطن الأول أيها الإخوة ذلك أن يكون الإنسان في لحظة نزول الفتن، فإن الفتن أيها الإخوة خطافة تتسلط على قلوب الإنسان، مثل زماننا هذا، كثرة الفتن، كثرة الأبواب السوء، كثرة المحرمات قريبة من اليد، لا يحول دون الإنسان ودونها شيء، فنقول أنت بحاجة إلى هذا. أيضا يحتاج إليه حينما يتسلط أعداء الملة والدين ويبدأون يلبسون على الناس من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الأطروحات المتعددة ومن خلال الوسائل المختلفة. إذا لم يكن توفيق من الله عز وجل أن يعصمك من هذا الضلال فقد يكون سبب في انتكاسة الإنسان وبعده عن الله عز وجل. إذن كما ذكرنا هذه القضية، قضية الثبات، قضية مهمة جدا يجب أن نستحضرها دائما وأبدا. المسألة الثانية: أثبت على ماذا؟ أثبت على ماذا؟ نقول أولا ثباتك على الإسلام، ثباتك على الإسلام، وهو أن تموت يوم أن تموت، نسأل الله أن يبارك في أعمارنا جميعا، وإذا جاءت خاتمة الإنسان وإذا به يموت وهو على الإسلام لم يغير دينه ولم يبدله. وهذه منزلة يا إخوان مهمة جدا، كما قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي القراءة الأخرى ربما يود الذين كفروا. فعندنا هذه القضية، ربما يعني هذا الإنسان يخرج من الدين فيتمنى أنه ما خرج منه، يتمنى أنه ما خرج منه، ويتمنى لو أنه بقي على هذا الدين ولم يغير في دينه شيء، لكن نسأل الله السلامة والعافية بسبب أن هذا الإنسان فرط في دين الله عز وجل وقع فيما وقع فيه، وقع فيما وقع فيه. إذن القضية الأولى ثباتك على ماذا؟ ثباتك على الإسلام. وحنا نرى يا أخواني بعض المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، يولد يعني في بيئة مسلمة وأبوين مسلمين، ومع ذلك إذا به يتقدم به العمر ويتنكر لهذا الدين ويخلعه وينتقل بعد ذلك من سمو الإسلام إلى يا أخواني حضيض الكفر والزندقة والإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. ثانيا الثبات على الصلاح. بعض الناس مسلم لكن في مرتبة الصالحين، هل سيثبت على الصلاح الذي هو عليه؟ يعني الآن تجد بعض الإخوة جزاهم الله خير، تجدهم مثلا على استقامة ما شاء الله، إن كان رجلا فتجده معفيا للحيته وليس مسبلا لثوبه ومحافظ على الفريضة ومحافظ على النوافل أيضا يحرص عليها، وحريص أيضا على مثلا حضور مجالس الذكر أو على طلب العلم، وحريص على مثلا قيام الليل، وحريص على صيام النوافل. تجد عنده الأعمال التي يقوم بها الصالحون، ثم إذا به يتراجع بعد فترة من الزمن، تلقاه للأسف الشديد حلق اللحية وأسبل الثوب وترك السنن الرواتب وصار يتخلف عن صلاة الجماعة وصار ربما ينام ولا يصلي النوافل وغير ذلك من الأمور. هذا لا شك أنه تراجع، لا شك أنه تراجع. بل كان يا إخواني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون هذا النوع هو نوع فيه نوع من الانتكاسة، يرون الصحابة رضي الله عنهم أن هذا النوع نوع من الانتكاسة، ولذلك كانوا لا يفرطون في حالهم التي كانوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل الآن بعض الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مثلا أني أريد أن أصوم كذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوم وافطر يوم، هذا أفضل الصيام. فيلتزم ذلك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عمره قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله. طب خذها الحين، ليش ما تخفف على نفسك؟ لكنهم كانوا يرون أن هذا نوع من الانتكاس والتراجع عن المستوى العالي في الطاعة والثبات والإيمان.
ثالثا الثبات على التوبة. الثبات على التوبة. وما معنى الثبات على التوبة؟ يعني معنى هذا الكلام أيها الإخوة، بعض الناس قد يبتلى بذنب، عافانا الله وإياكم، وما منا إنسان إلا هو يذنب، كلنا أصحاب معاصي، لكن الموفق منا من إذا وقع في الذنب تاب ورجع إلى الله عز وجل واعتذر عن تقصيره. هذا حال الإنسان المؤمن الصادق. فبعض الناس يقع في الذنب ثم يتوب، هل هو يثبت على توبته؟ من الناس من يثبت على التوبة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا النوع. ومن الناس من تكون توبته، نسأل الله السلامة والعافية، يعني مبتورة، يتوب الآن بعد 5 دقائق يقع في الذنب مرة أخرى، نقض هذه التوبة. تجده مثلا على سبيل المثال لا يستطيع أن يصبر على هذه المعاصي والذنوب ويستمر عليها، فلا يستطيع أن يثبت على توبته. نقول جاهد نفسك. ليس من التوبة عدم الرجوع للذنب، لكن العزم ألا يعود، هذا من الشروط المهمة. ولذلك الإنسان إذا تاب تجد عنده يا أخوة قوة وتحمل أن يمسك نفسه عن المعصية. تمر عليه يوم، يومين، 3، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، 4، ثم بعد ذلك ربما تضعف نفسه فيقع في الذنب، ثم يندم ويتوب إلى الله ويحقق شروط التوبة، ثم يرجع تائبا مرة أخرى. رابعا أيضا الثبات يا أخواني على الأعمال الصالحة التي التزمها ومضى عليها. يعني بعض الناس ما شاء الله عليه ومر عليه هذا الصنف من الناس، تجده منذ صغره مثلا محافظ على صلاة الوتر، يصلي لله عز وجل مثلا 5 ركعات، ومنذ أن بدأ في هذه الصلاة من صغره حتى بلغ ربما 60 و70 من عمره، وربما حتى يموت، لم يترك هذه أبدا، ما تركها أبدا. هذا ثبات أيضا، ثبتك الله على طاعة من الطاعات. تجد بعض الناس ما شاء الله عليه مثلا محافظ على الصيام 3 أيام من كل شهر، مثلا الأيام البيض أو أيام 3 مفرقة، فتجد هذا الإنسان لا يمكن يمر عليه شهر من الشهور إلا وهو صائم حريص على ذلك. فهذا أيضا من الثبات أيها الإخوة. وقس على ذلك من أنواع الثبات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. أخيرا أيها الإخوة، لا شك أن الثبات يعني مقصد عظيم للعبد، لأنه يريد أن يلقى الله عز وجل، وهو كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الإنسان يثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يزيد يعني من قضية ثباته كلما تقدم به العمر، لأنه يريد أن يلقى الله عز وجل وهو ماض على ما كان عليه، لم ينقص ولم يتراجع. أختم حديثي بوسائل تعين الإنسان على الثبات مع هذا الدعاء العظيم. يعني هذا الدعاء لا شك أنه يا إخواني ينبغي لكل واحد منا الآن أن يكثر من هذا الدعاء، وخاصة في السجود، وخاصة في السجود يا أخوة. واجعل هذا الدعاء دائما معك، لا تتركه أبدا، يوميا تدعو الله به يا أخوة. كل واحد منا يخاف النار، كل واحد منا يخاف يعني ضلال والزيغ، نسأل الله أن يثبتنا يا أخوة. والذي لا يخاف من الانحراف والزيغ معناته أن هذا الإنسان معجب بنفسه، يخاف عليه. فنقول من وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى، أولا كما ذكرنا هذا الدعاء، ثانيا تعلم العلم، الكتاب والسنة، أن تقرأ القرآن كثيرا، وأن ترى عظمة الله عز وجل في كتابه، تتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلب العلم، تزداد علما. فإن الإنسان إذا تعلم، العلم يا إخواني بعد توفيق الله عز وجل من أهم أسباب الثبات الإنسان على دين الله تبارك وتعالى. والذي يتعلم ويعرف مداخل الشيطان، ويعرف ضلالات الشيطان، ويعرف سبل الزيغ والانحراف، هذا الإنسان يوقى بإذن الله تبارك وتعالى هذا الزيغ. لكن الإنسان الذي يأتيه الشيطان غرة لجهله، فيظن أن هذا العمل الذي هو بدعة أنه طاعة، فيدخل الشيطان عليه من هذا الباب، ويدخل عليه من باب آخر حتى يزيغه، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا مجالسة الصالحين، والحرص على أن لا يفارقهم الإنسان إلا لما لا بد منه، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأنت يا أخي الغالي، هل يمكن أن تعيش لوحدك بدون صحبة؟ لا، الإنسان اجتماعي بطبعه. طب ما دامنا لا بد من الصحبة، اختر الصحبة الصالحة التي تعينك على الخير، كما كان يقول الأول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة.
وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وكما قال الآخر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. الله يا إخوان بالصحبة، اخترهم بعناية، اتعب عليهم، ادفع المال من أجلهم. أنا أعرف بعض الإخوة يا أخوة يقول: أنا رأيت أناس صالحين فأصبحت أدعوهم إلى بيتي وأقدم لهم الطعام وأقدم لهم القهوة وأدعوهم كل فترة وأجيبهم عندي وأقول لهم تعالوا أنا أبيكم تزوروني، وأكرمهم بالطعام والشرب حتى أحبوا مجلسي وأصبحوا دائما المجيء إلي. يقول: والله أنا المستفيد الأول، والله لو أدفع ثروتي كلها ويبقى هؤلاء جلسائي الذين إذا رأيتهم ازددت إيمانا، وإذا أخطأت نصحوني، وإذا قصرت أعانوني، وأرى فيهم القدوة الصالحة التي تعينني على الخير. أقول: والله يا أخوة هذه الصحبة لو دفع فيها الدنيا وما فيها يا أخواني ما كان خسارة، ما كانت خسارة. فلذلك ابحث عن هؤلاء وتشبث بهم وتعلق بهم. الأمر الآخر الإكثار من العبادة. يا أخوة العبادة هذه مثل السفينة التي ينجو بها الإنسان من الغرق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني في زمن الفتنة وزمن اضطراب الأمور وتسلط الناس بعضهم على بعض، هذا الإنسان مصلي عابد لله عز وجل، هذا معتصم بالله، تعلق بجناب الله تبارك وتعالى، يرجى له الخير الكثير. ولذلك نقول يا أخوة احرص بارك الله فيك على أن تتعبد لله. عبادتك حدثني عنها عشان أحدثك أنا عن منزلتك في الثبات. يعني جينا واحد أيها الإخوة لا صيام نافلة ولا قيام ليل ولا صدقة ولا قراءة قرآن وختمة شهرية ولا عنده يا أخواني نوافل سنن رواتب ولا عنده كذا وكذا من الطاعات، كيف تبي تثبت؟ كيف تثبت؟ هذا الزاد الإيماني الذي يملأ قلبك باليقين والإيمان والمحبة والتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى. فالله بالعبادة. أخيرا وإن كان الموضوع كثير جدا، قراءة يا أخواني سير السلف الصالح والنظر كيف ثبت هؤلاء. يا أخواني سبحان الله العظيم، أنا لما أقرأ سورة يوسف وأمر بقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أقول سبحان الله العظيم. تخيل لو واحد منا يا أخوان، كل واحد منكم يتصور هذا الأمر، لو كان في محل يوسف صلى الله عليه وسلم كيف سيكون حاله؟ لكن يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش؟ المخلصين. يعني من خيار عباد الله الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعله معصوما من هذه الفتنة ونجاه منها سبحانه وتعالى. كيف سيكون حالنا يا إخوان لما تعرضنا الفتن؟ كيف ستكون أحوالنا يا إخوان مثل لما تتعرض لنا فتن أشد من هذه؟ حشك يا إخوان حينما يقرأ الإنسان سير السلف الصالح يزيده ذلك يعني حماسة للثبات والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب، أننا نقتدي يا أخواني بهؤلاء الصالحين. قصصهم تكون لنا زاد مثبتا لنا بعد الله سبحانه وتعالى في زيادة إيماننا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه يا أخوان، يأتيه قريش يقولون: يا محمد إن كنت تريد المال أعطيناك، إن كنت تريد السيادة سودناك علينا، إن كنت تريد النساء زوجناك، إيش تبي بس عطنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الثبات الحقيقي، أن العبد يا أخواني يكون يعني يقتدي بهؤلاء الصالحين وينظر كيف فعلوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الجليل مدارج السالكين، يقول: لا تظن، معنى كلامه بالمعنى، لا تظن أنك على الطريق وحدك، لا تظنك على الطريق وحدك، فقد سبقك في هذا الطريق أناس صالحون. ولا تستوحش بقلة من معك اليوم، فقد سبقك أنبياء، سبقك صحابة، سبقك شهداء، سبقك أولياء، سبقك مقربون عند الله عز وجل. وإنما أنت اليوم تختبر كما اختبروا وهم ثبتوا، وأنت اليوم مطالب أن تثبت على ما أنت عليه. وخلاصة الحديث أن هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الذي نحتاج إليه إخواني كلنا جميعا. فنقول جميعا: اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. ومن دعاء القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا إخواني اكثروا من هذا الدعاء، اكثروا من هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في زمن الردة، وكان هو أمير المؤمنين، إذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، أو قبل ذلك عفوا إذا صلى الركعة الثالثة وقرأ سورة الفاتحة، جاء في موطأ الإمام مالك أنه كان يقرأ بعدها قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الشراح كان يقرأ هذه الآية بمنزلة القنوت في النوازل خشية من الفتنة والزيغ كما زاغ الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي بكر الصديق. والكلام في هذا الموضوع الحقيقة كثير، وهنا تنبيه، وهو قولنا اللهم يا مقلب القلوب وزيادة لفظة الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، فإن هذه لم تثبت في الحديث، فإنها زيادة ضعيفة لا تصح في الحديث. ولكن كما قال الله عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لكن في الدعاء ما نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذه الكلمات وقودا لقلوبنا حتى نبقى على ثباتنا وتعلقنا بربنا، وأن نكون مرضيين عند ربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.